فشفنا النهارده بيسيرو بيلعب بدا يرجع بقى الطريقه بتاعته اللي هي 3 في خط الظهر، حسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق، وحط محمد شحاته ناحيه اليمين عشان عمر جابر مش موجود، وحط بنتايك ناحيه الشمال، وحط فتوح نص ملعب جنب دونجا، ان هو نقل محمد شحاته كظهير ايمن، فراح حاطط فتوح في نص الملعب كهاف ديفندر جنب دونجا، وقدامهم عبد الله السعيد ومصطفى شلبي وسيف الجزيري. مصطفى شلبي طبعا كجناح ناحيه الشمال، وسيف الجزيري كمهاجم. الزمالك جات له ضربه جزاء انا شايفها صحيحه، كرة جت في ايد المدافع حرس الحدود، دخل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يا جماعه ثالث هدافين الدوري المصري على مر تاريخه، عدى نادي ال100 طبعا، وانتم عارفين. انا عايز اجيب لكم بس بالظبط كام هدف عبد الله كده جايبه. عبد الله تقدم بالهدف، هو خلي بالكم عبد الله اللي عمل ضربه الجزاء وهو اللي جاب ضربه الجزاء. ده كان هدف الزمالك الاول النهارده في المباراه. و بعد كده حاول فريق الحرس ان هو يتعادل مع الزمالك. الكره دي برده كان فيها كلام، فوزي الحناوي عدى من ناحيه الشمال ودخل وعمل الكره بالعرض، وبعدين اصطدم بالونش او الونش اللي اصطدم فيه، فدي برده كان فيها كلام. الكره دي كان ممكن ترتقي لضربه جزاء، لكن الفار قال لكابتن معروف ان هي ما فيهاش حاجه، ف يعني ما اتحسبتش. كملت المباراه، كان الحرس هو الاخطر في الشوط الثاني، بدأ يضغط فريق الحرس عايز يتعادل مع الزمالك. مستر بيسيرو عمل بعض التغييرات، نزل ناصر منسي مكان سيف الجزيري في الدقيقه 67، ودي كانت تغييره المؤثره جدا. ان ناصر الكره دي برده ده الهدف بتاع الزمالك، كره كانت مع لعيب الحرس مع سافيولا، بس حسام عبد المجيد بصوا دخل لم رجله، سافيولا يعني ايه علق رجله في حسام عبد المجيد، فالحكم مشى اللعبه ما فيهاش حاجه. وبعدين الكره اتعملت طويله لناصر اهو ده دونجا ده ولا مصطفى شلبي؟ مصطفى شلبي عمل كرة طويلة لناصر منسي، ناصر حط جسمه وانفرد بالزنفولي حارس الحرس وحطها تشيب كده حلوة قوي في الزاوية البعيدة. ناصر خلي بالكم، انتوا كلكم فاكرين، اعتقد الناس اللي بتتفرج علينا وبتتابعنا في كرة كل يوم فاكرين انا قلت ايه على ناصر منسي ده من زمان، من ساعة ما انتقل من البنك الاهلي للزمالك من سنتين. قلت لكم هيبقى احسن مهاجم في نادي الزمالك، ان انا عندي الثقه في ناصر، ان ناصر زي ما قلت لكم كان معايا في البنك الاهلي كان مهاجم، فلعيب كويس قوي وفروت كويس قوي فعلا. كل مره بينزل ناصر منسي مع الزمالك بيبقى مؤثر، بيعمل ضغط، بيعمل فرص، بيجيب جون، بيعمل مجهود كبير جدا ما شاء الله، بيضغط كويس قوي، بيعرف يبقى محطه، بياخد الكوره العاليه، بيعرف يقف على الكوره جوه ال 18 خطر جدا، بيعرف يتمركز، بيعرف ازاي يقف في اماكن داخل منطقه الجزاء يعرف يسجل منها اهداف. الكره دي صعبه، كره اتلعبت شفته من عند ال 18 بتاعت نادي الزمالك، مصطفى شلبي عملها طويله، ناصر منسي كره جري وحط جسمه قفل على مدافع حرس الحدود وزق الكره زقتين بسرعته، وراح رايح منفرد هوش كده الزنفولي وراح عاملها له تشيب من فوق الحارس. هدف تاني، هدف رائع لنادي الزمالك. الهدف ده اكد فوز نادي الزمالك، انه جه في الاوقات الاخيره، جه في الدقيقه اعتقد 89 في نهايه المباراه، فاكد خلاص فوز الزمالك بالمباراه 2-0. اللي كانت 1-0 كان لسه الحرس بيهاجم وبيحاول يتعادل والكلام ده، والكره بتاعت فوزي الحناوي اللي هي فيها شك ان تكون ضربه جزاء، فكان الحرس ضاغط وبيهاجم، والزمالك كان يعني ايه متكتل شويه في نص ملعبه، وكل الكور اللي بتطلع كانت بتطلع طويله او بتطلع مقطوعه. لكن نزول ناصر منسي فرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، وجاب هدف انا شايفه فيه مجهود فردي لناصر منسي، طبعا معموله حلوه قوي من مصطفى شلبي، لكن فيها مجهود فردي كبير من ناصر منسي اللي عمل سبرنت والتايمنج بتاعه التوقيت، والكره قدر يعني يظبط التوقيت بتاعه ازاي يحضر على الكوره ويجري وياخد المدافع بسرعته وينفرد ويفنش على المرمى بشكل رائع جدا جدا. فالزمالك النهارده فاز يعني 3 نقاط غاليه بتخلي خلي بالكم الزمالك يخش في اللعبه. يعني الزمالك دلوقتي 38 نقطه، الاهلي 40، بيراميدز 44، والزمالك لسه هيلاعب بيراميدز، فالزمالك دخل اللعبه النهارده على الاقل. لو يعني حتى هتلاقيه باصص للنادي الاهلي ان هو يحاول يروح للمركز الثاني، دلوقتي اقرب منافس للزمالك هو الاهلي 40 نقطه، واللي بياخد المركز الثاني في الدوري بيلعب افريقيا دوري ابطال. فالزمالك هتلاقي الهدف بتاعه الفتره الجايه ان هو
الخطوه الاولى عايز يلعب على المركز الثاني، بينه وبين الاهلي نقطتين. وخلي بالكم المواجهات المباشره لصالح الزمالك، ان الزمالك كسب الاهلي حتى لو بالانسحاب، فلو الزمالك والاهلي تعادلوا في النقاط في نهايه الموسم هيبقى الزمالك هو صاحب المركز مثلا، انا بقول لكم مثلا يعني. فالزمالك دخل اللعبه بعد الفوز النهارده، وبقى في حافز عند لعيبه الزمالك ان لا الدوري لسه في الملعب. ممكن المنافسه على الدوري مش تبقى صعبه شويه، رغم ان الفرق بينه وبين بيراميدز 6 نقط، ولسه الزمالك هيلاعب بيراميدز. يعني كل حاجه ممكنه في الكوره، خلي بالكم. ولكن الهدف الاول لنادي الزمالك ان هو يحاول يقرب من الاهلي، حتى لو خد المركز الثاني يبقى يلعب دوري ابطال افريقيا في الموسم القادم. ففوز مهم للزمالك بيخلي نادي الزمالك 38 نقطه في المركز الثالث، خلف النادي الاهلي اللي عنده 40 نقطه في المركز الثاني. وخلي بالكم في شكوى، عشان برضو لازم نتكلم، في شكوى من الزمالك وبيراميدز ضد النادي الاهلي وضد رابطه الانديه عشان ال3 نقط اللي المفروض كانوا يتخصموا من النادي الاهلي. ولسه اعتقد يوم 24 او 25 هيتم النظر في شكوى الزمالك وبيراميدز في اللجنه الاولمبيه. يوم 24 في اللجنه الاولمبيه يا جماعه ولا في لجنه التظلمات؟ لجنه التظلمات اتحاد الكوره. فالزمالك عامل شكوى وبيراميدز عامل شكوى عشان الاهلي الرابطه نزلت قرار ان هو مش هيتخصم منه ال3 نقط بتوع نهايه الموسم. فلسه الشكوى دي، الشكوى من الزمالك وبيراميدز لجنه التظلمات في اتحاد الكوره، واللجنه هتدي قرار في الشكوى دي يوم 24 ابريل القادم، يعني بعد حوالي اسبوعين او اقل شويه هيدوا قرار. هل اللجنه، ما اعرفش، انا مش عايز اتكلم ان دي لوائح، فخلينا نشوف اللجنه هتقرر ايه. لو اللجنه قررت خصم 3 نقاط من الاهلي هتلاقي الاهلي بقى تحت 37 نقطه، فكل شيء وارد. ممكن لا يقول لك لا، ما الرابطه قالت قرار ان مفيش قوه قهريه الاهلي انسحب عشانها، او كان في قوه قهريه منعت الاهلي من اللعب مباراه الزمالك فما يتخصمش 3 نقط. خلينا نشوف، لكن انا بقول لكم الوضع الحالي وممكن ايه اللي يحصل في المستقبل حسب بقى ما نشوف قرار